انهيار أسعار المحاصيل الزراعية بيهدد الفلاحين وهيتسبب في أزمة زراعية في مصر، ابتداء طبعا من انخفاض أسعار الخضروات. الانخفاض الحاد اللي حصل اللي سجل فيه سعر الطماطم من 4 ل 5 جنيه للكيلو، والبطاطس اللي سجلت من 6 جنيه ل 8 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر والأبيض اللي سجل من 10 جنيه ل 15 جنيه. التراجع الكبير اللي وصلت نسبته في بعض المحاصيل لأكتر من 80% سببت طبعا خسائر فادحة للمزارعين اللي بيبيعوا منتجاتهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، وده هدد استمرارهم في زراعة المحاصيل الأساسية. والرز اللي كان وصل سعره لأقل من 15,000 جنيه في بعض المناطق، وكان طبعا بيتباع بأسعار أقل من التكلفة بتاعته. ده خلى مجموعة من نواب مجلس الشعب يتقدموا بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن الخسائر الكبيرة اللي تكبدها المزارعين خلال الموسم الحالي للمحاصيل الزراعية، اللي خلى فيه تفاوت كبير جدا بين تكاليف الزراعة وعوائد البيع. طبعا النواب بيطالبوا بتوضيح أسباب التفاوت بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. قناة الزراعة الحديثة قناة استرشادية للأسعار، هنتكلم عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز وأسعار مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية والبقوليات والحبوب المعبأة. لو عايز تعرف كل ده وأكتر اشترك معنا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك تقرير يومي بأسعار الرز الشعير وأسعار جميع المحاصيل الزراعية. أسعار الرز الشعير اليوم: سوق الشعير العرض قليل جدا وفي طلب كبير على الرز الأبيض، وده بطبيعة الحال أدى إلى تحسن السوق وتحسن الأسعار. وبالنسبة للناس اللي بتسأل الأسعار بعد العيد هتبقى عاملة إزاي، اللي بيتحكم في السوق حاليا هو العرض والطلب فقط. طبعا لو استمر العرض القليل اللي شغال ده في السوق الأسعار هترتفع بعد العيد إن شاء الله. بالنسبة لأسعار الرز الشعير العريض، متوسط سعر الطن وصل للمضرب من 17,500 جنيه ل 17,600 جنيه على حسب نسبة التصافي. البضائع اللي بتصفي تصافي عالية من 680 ل 700 كيلو. وأسعار التنفيذ على أرضه، الأسعار التنفيذية الفعلية اللي تمت من 17,100 جنيه ل 17,200 جنيه. أما أسعار رز الشعير الرفيع وصل للمضرب بيتراوح سعر الطن من 16,000 جنيه ل 16,200 جنيه. والأسعار التنفيذية النهاردة من على أرضه من 15,700 ل 15,800. دي طبعا للبضايع اللي بتصفي من 650 ل 670 كيلو جرام رز أبيض لكل 1 طن رز شعير. الأسعار بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل وهامش الربح بتاع التاجر. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، وصل سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب كسر من 8 ل 10% على جودة زيت وبخار وسوروتكس من 27,500 جنيه ل 27,600 جنيه. أما أسعار الرز الأبيض العريض، البضايع العالية كسر 5% شكارة كمبيوتر من 27,700 جنيه ل 27,800 جنيه للطن من أرض المضرب. البضايع اللي بتقل عن 5% كسر في الرز الأبيض العريض سعرها فوق 27,800 جنيه وبيوصل معانا ل 30,000 جنيه للطن. بضايع فنادق وقرى سياحية ومطاعم كبيرة وبتبقى زيرو كسر. أما بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، البضايع العالية المخدومة كويس زيت وبخار وسوروتكس كسر 5% بيتراوح سعر الطن من 25,100 جنيه ل 25,300 جنيه. أما الرز الأبيض الرفيع كسر من 8 ل 10% مخدوم كويس زيت وبخار وسوروتكس
من 24,800 جنيه ل 25,000 جنيه للطن من أرض المضرب. أما الرز الأبيض الرفيع بضايع من 20 ل 40% كسر، مخدومة كويس من المضرب ومتعبية في شكاير عادية ومخلوط عليها كسر الرز الخشن، بيوصل سعرها من 23,000 ل 23,300 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار المخلفات، وصل سعر السرس المطحون من أرض المضرب من 1200 جنيه ل 1400 جنيه. أما سعر الكونا من 10,300 جنيه ل 10,500 جنيه. وبالنسبة لأسعار كسر الرز الناعم على حسب طبعا جودة وخشانة الكسر من 13,000 جنيه ل 13,200 جنيه. بالنسبة لأسعار الفاصوليا، متوسط سعر طن الفاصوليا البضايع العالية توصيل للمحطات 46,000 جنيه للطن، وبيتباع تنفيذ لدى التجار من 44 ل 45,000 جنيه للطن. أما بالنسبة لأسعار الفاصوليا الرفيعة والطرية والملدنة بتبدأ من 40,000 جنيه. سعر الكراوية النهاردة من 45,000 ل 46,000 جنيه للطن. ومتوسط سعر اللوبيا اليوم، اللوبيا الحمراء الكاملة من 70,000 ل 75,000 جنيه للطن، أسعار على وشه من غير غربل. كنت حابب بس أوضح لحضراتكم القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن إجراءات الجمركية الجديدة على الواردات لأمريكا، إن القرارات دي هتحجم بشكل أو بآخر الصادرات المصرية، وممكن يشمل الدولة المصرية الفترة اللي جاية، لو على إن في دول تانية هترد بالمثل على نفس المعاملة، وده هيحجم حركة التجارة العالمية، وبطبيعة الحال هتبقى ضربة كبيرة للصادرات المصرية لدول العالم الخارجي. بالنسبة لأسعار الذرة، سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 13,100 جنيه للطن، والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 13,100 جنيه للطن، وسعر الذرة الأوكراني 12,700 جنيه للطن صب أرض المينا. أما الذرة الكورنفليك الأرجنتيني 13,800 جنيه. وبالنسبة لأسعار الذرة الأصفر المحلي 13,000 ل 13,100 جنيه، والذرة الأبيض المحلي من 13,200 جنيه ل 13,300 جنيه تنفيذ لدى التجار اليوم. أما بشأن فول الصويا ال 44% بروتين 18,300 جنيه للطن ثبت في الأسعار، وسعر فول الصويا 46% بروتين 19,300 جنيه للطن ثبات في الأسعار. بالنسبة لأسعار فول الصويا المحلي، متوسط سعر الطن من 22,000 جنيه ل 22,200 جنيه تنفيذ لدى التجار اليوم. وصلنا لنهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.